السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. لو انت مثلا من مثلا ناس بتشجع ريال مدريد او ناس بتشجع برشلونه، الناس اللي بتشجع مانشستر يونايتد، الناس بتشجع تشيلسي، هو كاس بيلف. يعني ايه؟ تتذوق مرارته شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه. ميسي يتضايق حبه، رونالدو يبقى بعافيه، صلاح يبقى متضايق كده يعني. انما المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام. ده مش عدل ابدا. يعني يجب ان يكون هناك يعني بعض ال انك تبل ريقك، يعني بس حاجه كده تحسسك ان انت على حق لبعض الوقت او جزء من الوقت او ربع من الوقت. انما على طول ضرب ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا، اتفضل حضرتك، لا ما لا مفيش. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم، المنطق في الموضوع ايه؟ اوعى تتكلم. النهارده بقى يطلعوا يقولوا لك التالتة يا اهلي والرابعه يا اهلي والخامسه، تحس ان احنا في مدرسه ابتدائي. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. بقوا ثلاثه، بقوا اربعه، بقوا خمسه، كفايه يا اخي، ما عندكش اخوات بنات، حاجات كده يعني. طيب، مش قادر اطلع فاصل. ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي ما يستحملش الكلام ده كله. انما طب اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما بتبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، لان انضاي باي باي نزل. كل ده لا يساوي شيء، كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه تعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه وعقود بتتسرب ومش عارف ايه، اصله مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين، ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. كل اللعيبه اللي فيها كمان نفسيا حالتهم صعبه جدا. هو مش عارف انا بعمل ايه، مش فاهم فيه ايه. ازاي الكرة عندنا مستواها بقى عامل كده؟ ازاي الكرة عندنا الاداء اللي شفناه امبارح والاداء اللي شفناه النهارده؟ سيبك من الاهلي يا عم، اهو الاهلي عنده حاجة يتكلم فيها، انما احنا نتكلم في ايه؟ ده احنا كنا من غير مجلس ادارة وخدنا دوري وكاس. دلوقتي انت خلاص يعني لا وجود لك. حالة من حالات الاستسلام، وانت لا عارف لا تضغط من قدام ولا تضغط من ورا. ده الشباب بتهاجم، كان وراك بقى قدامك، كان وراك بقى قدامك، سبقك، انت مش قادر توصل له. هل ده ممكن؟ هل ده يرضي حد؟ طب احنا وصلنا للمستوى ده ليه؟ احنا عاملين كده ليه؟ طبعا هيبقى في مليون شماعة، اصل اتحاد الكورة، اصل الاهلي، اصل السحر، اصل الشعوذة، اصل اللعيبة، اصل في مؤامرة، اصل لا، اصل الحكاية فعلا ان الفريق سيء جدا، وباين السوق بتاعه بقاله مدة طويلة جدا سيء ثم سيء ثم سيء. هذا الرجل عنده احساس انه ادينا بنشتغل وخلاص، ويعني بيقبض بالدولار وحياته لطيفه وجميله وقال لك الارهاق يجيب لك مين تلعب. انت مش عارف تنقل كوره، مفيش حلول، مفيش خطه،
مفيش اي حاجه، واللعيبه جون يروح واخد الكوره ورايح منها ويقعد يلعب بتاع، جون تاني يروح واخد الكوره ويلعب وينقل كده، مش عارف ايه، الماتش خلص، باي باي مع السلامه. الجمهور قاعد بيشد حمام. فين الفانيلا البيضه بتاعتنا؟ ده انت منزل اللعيبه لا انتماء ولا احساس. طب الماتش خلص، في ذكر في النادي فتح بقه ولا الهوا؟ ما كانش فيه احساس. اللعيبه بتلعب ودماغها مش موجوده، اللعيبه مش قابضه، اللعيبه شايفه الكباري اللي بتتعمل، الكباري اللي بتتعمل، اللعيبه اللي بتروح من ورا لقدام عشان تروح فرق تانية وحد يقبض سمسره ويقبض عموله. كل لعيب دماغته فيها حاجه تانية. لعيب محترم زي زيزو ده انا لو منه قاعد افكر طب انا قاعد ليه؟ انا قاعد عشان مين؟ انا عايز العب في فرقه مقامي، انا عايز العب في فرقه. المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدوري في ال 18 فرقه، ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن، لا انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. انت عندك قدامك الاهلي عنده الدكه بتاعته بره فيها فرقه تانية. اما كنت بلجنه، انت واخد دوري وكاس وانت بلجنه، فالفرقه ديت كانتش تاخد حاجه، فجت السنه دي واخده كل البطولات وانت ما خدتش حاجه خالص ومش هتاخد حاجه خالص. انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح